اول حاجه بتخطف عينك اول ما بتيجي على دبي المنظر اللي ورايا ده، دبي سكاي لاين وبرج خليفه. منطقه اسمها بيرل ايلاند، جزيره في قلب الميه اسمها بيرل. عدد الوحدات فيها اكسكلوسيف جدا، قليل جدا، قريبه من الداون تاون زي ما انت شايف. مساحات كبيره، بنتكلم على 5 غرف و6 غرف، فيلا مستقله. حاجه جميله جدا جدا والله. قريبه كمان من الداون تاون، قريبه من الاماكن المركزيه كلها. بس انت حتى لو عايزها انك لنفسك انك تعيش فيها، جميله جدا، سواء انت عايش مستقر هنا داخل الدوله، او انك انت بتروح وتيجي على الامارات او بتروح وتيجي على دبي ومحتاج مكان تستقر فيه. اعتقد ده هيكون خيار مثالي جدا جدا ليك. ده التراس اللي موجود على الروف توب فوق او على السطح فوق. بنتكلم ان انت عندك الفيلا فيها بيزمنت تحت الارض. ده طبعا فيه الرياضيات زي الجيم وزي السينما وغرفه العامله المنزليه وغرفه السواق، هتلاقيها جنب الباركنج على طول، وعندك 3 باركنج. بعد كده عندك الطابق الاول في غرفه، غير طبعا الليفنج روم، غير الليفنج اريا والمطبخ. كده عندك الطابق الثاني في 3 غرف، والطابق الاخير اللي هو فيه غرفه واحده، زائد كمان منطقه الشواء اللي عندك هنا على الروف توب، وكمان الجلسه الجميله دي. هنخش نشوف الفيلا عامله ازاي. فخمه جدا، السقف ارتفاعه 4 متر. بنتكلم يعني حتى الاوض ممتازه جدا جدا. بنتكلم على الدريسنج روم بتاعتك لوحدها، بتبقى يعني كل حاجه سمارت سيستم اللي بتشتغل على طول. عندك اماكن تخزين زي ما انت شايف قد ايه، ممتازه جدا جدا. مساحه كبيره، عندك اطلاله من هنا على برج خليفه ودبي سكاي لاين. بس كل اللي محتاجينه بس السمارت سيستم. نفتح الستاير، كارتين اوبن. طبعا كل الفيلا سمارت سيستم، شايف؟ افتح بقى معاك برج خليفه، دبي سكاي لاين. دي للناس اللي بتدور على فيلا للسكن. حتى الحمامات برضو تشتغل سمارت سيستم او كله بالسنسور. مجرد ما تخش الحمام ولا حاجه، كل حاجه سنسور شغاله. انا شايف كده ده الشاور، مساحه كبيره قد ايه. عندك هنا الباث توب نفس الكلام، ومن هنا برضو عنده اطلال على برج خليفه. اماكن التخزين كتيره، المساحه كبيره جدا جدا. الدبل هاي سيلينج اللي موجود اتكلم عليه، حاجه فخمه جدا. والجميل ان هي جوه جزيره على طول، يعني مش مجرد ان هي مثلا مجمع فيلا العادي، لا، في بحر وفي شاطئ موجود جنبينا. جنبيك الحديقه المركزيه، البول تحت. كل غرفة هي ماستر دريسنج روم، في كل غرفة بتخشها. أماكن التخزين، السيراميك الإيطالي، ليجاسي بقى. بس الحمام كده الغرفة اللي موجودة في الطابق الأخير، تمام، اللي هي جنب التراس على طول. دي بس دي الدريسنج اريا تبعها، أماكن التخزين، الكلام ده كله. كمان بيجي معاها حمام، شاور، كل شيء طبعا. دي الدريسنج. حمام. طبعا احلى حاجه وانت بتخش الحمام، انت يعني او حرفيا انت في البيت مش محتاج تدوس على اي زراير. مجرد ما تخش اوضه النوم بتنور،
عايز تطفيها عندك السمارت سيستم بتطفيها على طول. عندك الدريسنج اريا او الدريسنج روم نفس الكلام، سمارت سيستم مجرد ما تخش تنور تطلع تطفي، نفس الكلام الحمامات كل شيء. طبعا معاك الاسانسير، في اسانسير وانت طالع السلالم بقى، السلالم كلها برضو سنسور. ده اللي انت برضو اكيد قصر زي ده او فيلا زي دي مش هتكون خاليه من الجيم تبعك. ده الجيم، منطقه الجيم تبعك. وبرضو عندك بيكون في سينما، ماشي، غرفه سينما. طبعا السينما دي ساوند بروف، يعني لو قفلنا ما تسمعش صوت. يكون عندك ساونا وجاكوزي موجودين. ادي اوضه البخار، ستيم روم. ودي منطقه المساج. طبعا بيبقى في حمام هنا برضه. We close at 6. She said, let's see.